الأصل يكسب ولا تقليد يكسب؟ الحق هو اللي يمشي يا معلم. دول 3 شباب من ألمانيا عملوا حركة صايعة جدا حولتهم مليارديرات من غير ما يعملوا حاجة حرفيا. تعال اقول لك على حكايتهم، بس قبل ما اقول لك الحكايه عايز اسالك سؤال على السريع كده، الاصل يكسب ولا تقليد يكسب؟ يبقى جاوب براحتك بقى في الكومنتات وانت بتسمع الحكايه. دول 3 اخوات من المانيا، مارك والكسندر والفرد. سنه 99 عملوا حركه صايعه، شافوا ان في بيزنس ناجح في امريكا بيقوم حوالين فكره المزادات الالكترونيه واسمه اي باي، الموقع اللي كلكم عارفينه دلوقتي، وعملوا زيه بالظبط بنفس الشكل ونفس الخطوط ونفس الالوان، حتى الشعار قلدوا الشعار بتاع اي بي بالظبط، وسموا المستنسخ الجديد اليندو. والحاجه اللي تخليك تقدر فكره التقليد دي انهم بعد 100 يوم بس قدروا يبيعوا الموقع المستنسخ ده لمين يا ترى؟ صح، لاي بي نفسها. بكام بقى؟ قول انت رقم كده. ب 43 مليون دولار. فكرك الموضوع ده عدى كده؟ لا طبعا، هم قالوا ما دام ربنا موفقنا في عمليه التقليد دي ما نكمل يا عم، يمكن نطلع لنا بمصلحه اكبر. طيب نقلد مين؟ نقلد مين؟ ايوه لقيناها، اليوتيوب. عملوا شركة نسخة من اليوتيوب وسموها ماي فيديو. باعوها بكام بقى؟ ب 23 مليون دولار. ايه يا عم النجاح السهل ده؟ وايه الملايين الحلوة دي؟ على رأي احمد سعد، ايه اليوم الحلو ده. طيب انت عارف ان شركة جروبين بتاعة العروض والخصومات اللي كانت مكسرة الدنيا في 2010 تفتكروا عملوا ايه معاها؟ صح، عملوا شركة زيها بالظبط وسموها ايه؟ سيتي ديل. وباعوها بكام بقى؟ امسك نفسك بقى، علشان باعوها بمليار دولار. يا راجل ده حتى موقع اير بي ان بي عملوا زيه بالظبط وسموا الشركة بتاعتهم ويمدو، واكيد طبعا باعوها بفلوس كتيرة جدا. الناس دي بقى البيزنس موديل بتاعهم ايه يا ترى؟ قلد النماذج الناجحة وما تتعبش دماغك كتير وبيع. وقدروا بالطريقه دي انهم يبقوا هم الثلاثه 3 مليارديرات. ربنا يوعدنا ويوعدكم ويوعد كل السامعين. قولوا امين في الكومنتات طبعا. من ايه يا ترى؟ من التقليد بس. فانت قاعد ليه بقى؟ اغمض عيني وافتحها الاقيك جايب لي اي فكره ناجحه في بلدك واعمل زيها وما تشغلش دماغك، قلد وبس. والكلام على كوبي وبيست الفتره اللي جايه. لو عجبتك القصه دي ما تبخلش علينا بفولو ولايك وشير علشان اكمل في النوع ده من المحتوى.